مساء الخير متابعيني الكرام. بصوا يا حبايبي، الشهر ده شهر تخزين المانجا. الحقوا بسرعة، يلا جيبوها واعملوها، وهتفضل عندكم ما شاء الله طول السنة موجودة في قلب الفريزر. بس لازم نتبع تكات ووصفات كده معينة بحيث ان هي نحافظ على شكلها، بحيث لما تطلعيها تفضل زي ما انتي ما بتقطعيها كده. بصوا يا قلبي، اول حاجه طبعا انا قطعتها اختصارا للوقت، بس انا سبت واحده كده اهو. انتي بتجيبي المانجايه، بتختاري طبعا النوع اللي انتي بتحبيه علشان ما يبقاش في اختلاف. كل اللي انتي تحبيه اوكي، مفيش مشكله. بتجيبي المانجايه، بتغسليها كويس جدا 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 جدا، وبعد كده بتيجي شايفين الجزئيه ديت ملهاش اي اهميه اهي. هنبتدي نشيلها، وبعدين هتروحي مقشرة المانجاية بتاعتك اكنك بتقشري بطاطس بالظبط. بصي بس رققي ايدك وانتي بتقشري المانجاية كده اهو. بصوا ما شاء الله هي ما بتاخدش وقت. في انواع كتير جدا في السوق، طبعا في ناس بتحب انواع معينة، فدي بقى بتاعتك انتي اهي. في ناس بتحب تخزن الزبدية او النعومي او اي بقى مانجا هي بتحب تخزنها اهي. بس انا بحب الصديقة اهي، بتبقى جميلة جدا هي، والكيت بتبقى جميلة جدا في الحشوات لما بنيجي نحشي بيها اي تارت، او هنعمل كنافة بالمانجا او حاجة. بصوا شايفين عاملة ازاي؟ هروح نازلة كده اهي زي ما انتم شايفين اهو. بصوا الجمال اهي. بس لازم تنقيها جامدة، الطرية ديت بنعمل بيها عصير. المانجا لازم تكون يعني جامدة وحلوة علشان لما اجي اقشرها كده بصوا اهي تبقى القطعة ماسكة نفسها اهي. بصي يعني حاجة كده جميلة جدا جدا. ولو لقيتيها طرية ولا حاجة هنعملها عصير. بصوا انا بقى بخزنها بالمنظر اللي انتوا شايفين ده كده اهو. خلاص طبعا ده ما بيترميش، ده بيتاكل. خلاص انا قطعتها اهو. بقت بالمنظر الجميل ده. هروح جايبه عندي سكر، هروح احط عليها شويه كده حلوين، وهغلف بيهم المانجا بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. انا بس مش عايزه اعملها اولا. السكر ده هيبقى ماده حافظه وهيحافظ لي على المانجايه بتاعتي، وانا حطاها في قلب الفريزر. هتقعد عندك من السنه للسنه، وهتدعيلي دعوه حلوه كده ان شاء الله اهي. بس لو اتبعتي الخطوات اللي انا بعملها بيها اهي كلها اتغلفت بالسكر اهي. بصوا كمان. وبعدين هتجيبي اكياس وتبتدي توزعي قطع المانجا بتاعتك اهي، او علب زي ما تحبي، مرصصين فوق بعض كده، بتبقى حاجه جميله جدا اهي. هغلفها وارجع لكم تاني. وكده يا حبايب قلبي اهو غلفتها. بصوا ما شاء الله اهي
عملت معايا كميه حلوه كده. جيبوا الكميه اللي انتوا تحبوها وخزنوها، بس يا ريت المانجا اللي انت تجيبيها لازم تكون يعني جامده، مش خضره، بس لازم تكون جامده علشان تقدري ان انت تقطعيها. وطبعا اللي هي بتنفع في الحشوات، اللي هي اللي انا قلت لك عليها، يا الكيت يا الصديقه. وفي ناس بتحب النعوم، في ناس بتحب الياسمينة، في ناس بتحب كل انواع حلوه. بس احسن حاجه للتخزين هما النوعين اللي انا بقولك عليهم دول، يا اما الصديقه يا اما الكيت. طبعا الكيت لسه ما نزلتش، بس اهي اعمليها. والعصير بقى اي انواع تانية بتنفع عصير، يعني اي انواع تانية بتنفع عصير. انما الخزين دي بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، بتقعد معايا من السنه للسنه. ولازم لما تحطيها في الفريزر خلي بالك الفاكهه بتكرف. يعني انا مثلا لو حطيت حطيها مثلا ما تحطهاش جنب توم، ما تحطهاش جنب لحوم، ما تحطهاش جنب الحاجات دي كلها، خصصي لها هي رف لوحده. ودايما وانتي بتحطي الحاجه بتاعتك في قلب التلاجة زي ما عودتكم كده، فحمايه وعليها شويه فانيليا علشان ما تكرفش، او تحطي الفحميه كده زي ما تحبي. ودي حطيها رصيها كده لوحدها، ما تحطيش في جنبيها اي حاجه بتكرف. هتقعد معاكي بسم الله ما شاء الله من السنه للسنه، وهتطلعيها وهتدخليها بقى في الحشوات او تعمليها زي ما تحبي. اهي بتفضل محافظه على شكلها كده. يعني انا مجرد ما بطلعها من التلاجة بتبقى زي ما هي، يا دوب تفك اكني لسه جايباها حالا ومقطعاها. يا رب الفكره تكون عجبتكم. بحبكم في الله. يا ريت بقى ما تنسونوش بدعوه حلوه كده من القلب، وعايزين نشير الفيديو ده لاكبر عدد ممكن. انتظروني في فيديو جديد. باي باي.